السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدد. هاد الوصفات اللي وجبة متكاملة جد سهلة وبسيطة اللي عجبت الضيوف ديالي، كنتمنى نتوما تعجبكم. وجدت هنا 3 وصفات اللي غتكتشفوا معايا جميع في الصور وفي الفيديو. وجدت ضلعة مشوية في الفران، وجدت واحد الديسير اللي غادي يعجبكم بزاف. هاد الوصفات كلها جد سهله، لا في الطريقه وحتى في المكونات. وصفات اللي صحيه وغادي تعجبكم ان شاء الله. ندوزو الفيديو. بديت هنايا بلاكلاص اللي وجدت باش نرافقو مع الديسير. انا هنايا كيف ما العاده كناخذ كريم شونتي ديالي بالعبار. سبق ليا ذكرت معكم الثمن ديالو باش كناخذو بالعبار في فيديو سابق. زدت عليه هنايا واحد ساشي ديال الفلون ديال الكراميل، وزدت كاس وربع ديال الحليب. الكميه ديال الشونطي اللي استعملت هنايا نفس الكميه اللي كتكون في الباكيه اللي كتباع عند البائعين. غادي نطرب هاد المقادير، ومن الضروري يكون الحليب ديالنا بارد مزيان. انا حطيته في الفريغو حتى برد ليا مزيان. عاد بديت هنايا كنوجد في الوصفات ديالي او في الوصفه ديال لاكلاص. اذا نخلط هنايا شونتيي مع كاس بارد ديال الحليب وطلعته مزيان. وهنا غادي نضيف 4 حبات من البسكوي كيف ما كان. انا اختاريت هذا اللي كيكون هكذايا اللون ديالو كحل ديال الشوكولات باش يجي باين في لاكلاص ديالي، يعطي واحد المنظر اللي هو زويون. غادي نديرو هكذا ما بين صبيعاتي ونفرتو صافي، ونخليه غير بهذه الطريقه يبقى باين. وهنايا غادي نوقف التطريب وغادي نحرك غير بالسباتول تا نمزج المقادير. وقبل ما نمزج هاد المقادير غادي نضيف كميه من الفيرميسيل اللي حتى هو كيكون عندي في الثلاجه باش يبقى شاد في راسو وما يذوبش ليا. غادي تضيفوا الكميه اللي بغيتو. وهاد الكلاص هذا ممكن تضيفوا فيه اللي بغيتو، ممكن تضيفوا الشوكولاته الا كان عندكم متوفر، وغادي تاخذوا الشوكولاط العادي او غش ولا اللي كان متواجد عندكم وتقطعوه وتضيفوه. كيعطي واحد المنظر زوين في هاد لاكلاص وكيزيد واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. خلطت هاد لاكلاص هذا او الشونطي اللي طلعت عادي بالطريقه العاديه بشويه عليا. وغادي ناخذ اي مول كيف ما حبيتو نتوما. انا خديته هنايا مستطول يعني مستطيل، فرشت فيه الورق الغير لاصق او ورق الزبده. وغادي نديرو هنايا بغيتو يجيني بهذا الشكل هذا لان الاناء اللي غادي نقدم فيه الديسير ديالي جاي على شكل اوفال، فحتى لاكلاص ديالي بغيتو يجي هكذا طويل. فانتوما غديروه الشكل اللي بغيتو نتوما. صدقوني هاد لاكلاص جا زوين بزاف بزاف بزاف، غادي يعجبكم كيف ما عجب الضيوف ديالي. غادي نحاول نوزعوه هكذايا في الاناء ونقاد الوجه ديالو مزيان صافي. وغادي نحطوه في الفريغو حتى يشد فراسو مزيان. عاد ان شاء الله غادي نقدمه في اخر لحظه. كيف ما كتعرفوا المغاربه جميع كيديروا الديسير في الاخر ديال الماكله. غادي ندوز للطبق الثاني ديالي، وغادي ناخذ هنايا ضلع ديال الخروف اللي نقيتها حطيتها فوق طاوله العمل. وغادي ناخذ شي سكين اللي يكون حاد ونبدا نثقب فيها بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا قدامكم. ندير فيها فتحات هكذا مزيان مزيان صافي. وهنا غادي ناخذ واحد الخلطه اللي ساهله ماهله، وما كنصحكم ما تضيفوا حتى شي حاجه اخرى على الشوا ديالكم باش يجيكم المذاق ديال الشوا. انا درت هنايا واحد 2 فصوص ديال الثوم اللي قطعتهم هكذايا يبقاو باينين، والابزار والملحه ومعلقه كبيره مزيان عامره مزيان
من الزبدة اللي من الضروري انها تكون حيوانيه، يعني الزبده ديال العبار فهي كيكون فيها واحد الطعم اللي زوين بزاف. كناخذ الطلاعه ديالي اللي قطعتها هكذايا، باش قطعتها واحد شويه باش هذيك التجرموله ندخل ليا الداخل ديالها، وهكذايا كتكون كلها مشرمله وكتجي زوينه بزاف بحال هاد الطريقه هذه. وهذوك التقيبات كناخذ الطروفه ديال الثومه وكندخلهم في هذوك التقيبات كيف ما كتشوفوا معايا. هذه هي الطريقه جد سهله صافي. والملح ندير غير شويه، ما نكثرش الملح باش نحترم جميع الاذواق. دائما فاش كيكونوا عندنا الضيوف فكنحاولوا اننا ما نكثروش الملح، لانه كل واحد وشنو كيبغي. كاين كيبغي الماكله ديالو مالحه وكاين اللي ما كيحملهاش، فانا كندير غير شويه. وهنا شويه دائما واللي معروف عليه اننا كنرافقوه دائما بالملح والكمون. صافي قلبت الضلع على الوجه الثاني، وغادي نزيد نشرملها ولا ندهنها بهاد الزبده هذه اللي مخلطه بالابزار والملح والثومه فقط. وغادي ندير لها مزيان هاد الزبده هذه، تنوزعها كامل على الضلعه ديالي بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. طريقه جد سهله، ولكن في البنه راه ما نعاودش لكم، راه ضروري انكم تجربوها. من الضروري اخواتي انكم تستعملوا الورق ديال الزبده في هذه الوصفه هذه، من الضروري انكم تستعملوه، فكيزمت داك اللحم ومنها حتى كيهز لينا على الورق ديال الالومنيوم، لانه ماشي صحي اننا نديرو ورق الالومنيوم على اللحم ديالنا ديريكت. فكندير الضلعه كامل ها هي كنلفها في داك الورق ديال الزبده وكنحاول نحكم الاغلاق ديالو، ومن بعد كندير الورق ديال الالومنيوم وكنزيد نسمتها مزيان. قد ما تسدت مزيان وضغطنا عليها وزنتناها مزيان قد ما غادي يجينا في الطياب ديالها سهل. درتها في الاناء اللي كندخلو الفران، غادي نحطها هي الاولى ونشعل من الفوق ومن التحت على 250 درجة، وغادي نخليها ما بين ساعة ونص حتى لساعتين، لان الضلعه ديالي صغيره. الا كنتو نتوما تستعملوا شي ضلعه كبيره فمن الاحسن انكم تخلوها اكثر من ساعتين ديال المكانه. انا هنا وجدت خضيره اللي بديت باللوبيا اللي درتها تسلقات، ومن الاحسن انكم تهزوها من الماء فاش تسلقات وتهزوها وتحطوها ديريكت في الماء يكون بارد هزينو من الثلاجه باش تحافظ لكم على داك اللون الخضر. خديت هنا مقيله كبيت فيها شويه زيت المائده، ضفت ملعقه ديال الزبده، دائما الزبده حيوانيه لان الطعم ديالها كيجي مميز. حطيت الخضيره ديالي يعني اللوبيا ديالي في المقيله، غادي نضيف الابزار والملح فقط. هادو هما التوابل اللي غادي نضيف، ما غاديش ندير حتى شي حاجه اخرى الا مثلا الا القزبور والمعدنوس خلطهم هنايا والثومه محكوكه فقط. هادو هما التوابل والاشياء اللي غادي نديرهم للخضيره ديالي كامله. غادي نبدا نشحر الخضيره ديالي كل واحده على حده. انا هنايا بعد فاش درت اللوبيا ديالي لتحت فالقدره هزيت الكسكاس، حطيت فيها ديك البطيطه الصغيره، خيزو حتى هو تقديته صغير قسمته غير على جوج، كورجيت حتى هي خديت ديك الصغيره. يعني مشيت انا براسي خديت الخضيره ديالي نقيتها على خاطري وخديت غير ديك الخضيره الصغيره اللي كتجي بنينه وحلوه وحتى في المنظر ديالها زوين. بنفس الطريقه اللي درنا اللوبيا فاش شحرناها هي اللي غادي نديرو الجزر، وغادي نديرو حتى القرعه كيف ما كتشوفوا معايا حتى هي قسمتها غير على جوج بحالها بحال خيزو، كتجي في المنظر زوين. وحتى هاد القرعه هذه المذاق ديالها مميز وزوين بزاف. كنصحكم في هاد الوصفات هاديو انكم تاخذوا الخضر اللي كتكون صغيره.
هاد البطيطات حتى هما زوينين بزاف وخديتهم بثمن اللي هو زوين بزاف بزاف، لقيتهم رخاص، خديت كميه كبيره كيعجبوني هكذا مسلوقين ونفعوني بزاف بزاف هاد الوصفه. وهنايا للاضافه فقط، الا حبيتو ديروها ديروها، ما حبيتوش ما كاين حتى شي مشكل، غير شويه ديال الزواق وصافي. حضرت هنايا هاد كيف ما قلت لكم للتزيين فقط، حضرت هنايا لي كيردون ولا هاد العويدات ودرت فيهم ديك مطيشه سوغيت مع زويتينه، شويه ديال الجبن كيف ما كان. انا كان متوفر عندي غير الجبن ديال الساندويتش درته، يعني نتوما فنوا بالطريقه ديالكم كيف ما حبيتو. اللحم ديالنا ها هي وجدات، استغرقت ليا ما بين ساعه ونص حتى لساعتين، صراحه ما حسبتش، انا درتها ومشيت كنسالي شغالاتي. انا هنايا فاش وجدت وتاكدت انها طابت مزيان 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 مزيان، زبده خرجتها درتها في الاناء النيت ديال التقديم. انا هذا كندخلو للفران، عندي هذا الاناء هذا زوين كنستغلو بزاف ديال الحوايج. كيف ما كتشوفوا معايا اللحم طابت هي هذيك، غادي نزيد ناخذ طريف ديال الزبده وغادي ندهنها وغادي نعاود ندخلها الفران تحمر ليا شي شويه. وردوا البال ما تجيش قاصحه، يعني غير ديك التحميره خفيفه وخذوها باش صافي نزينوها بالخضر اللي حضرنا. كيف ما كتشوفوا معايا زينتها بالخضر اللي حضرنا، اللي فورناها في الكسكاس وطابت على المهل، ونعطوها الخاطر باش متهرش لينا وتحافظ لينا على داك الشكل الزوين. كيف ما كتشوفوا بطيطه صغيره، كورجيت صغيره، وخيزو حتى هو صغير، كلشي شحرته بنفس الطريقه في زبده، ابزار والملحه، قزبور معدنوش، شويه ديال الثومه، صافي فقط. وهنايا كيف ما قلت لكم كاضافه فقط وللتزيين، حتى المنظر كيلعب الدور. وكيف ما كنقولوا كتاكل العين قبل الكرش، ما فيها باس نديروا شويه ديال التزيين من الفوق. وها حنا زدنا للمنظر. هذا هو الطبق ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم، وكنتمنى منكم انكم تجربوه وتجاوبوني في التعليق كيف جاكم. واحد الطبق اللي متكامل وصحي شاب بنين 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 ما تصوروش، واللي عجب الضيوف ديالي بزاف بزاف الصراحه. جربوه كنصحكم به. وهنايا درت الطبق الثاني الرز مفور، الصراحه ما صورتوش، بغيت نعطيه حقه، ان شاء الله نشاركو معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله الا كتب. وهنايا الديسير ديالي بلا كلاص اللي حضرنا مجموعين، الديسير اللي متواجد عندي في الدار، داكشي خفيف ظريف كميه صغيره، الحمد لله شي حاجه زوينه. وها حنا فرحنا به الضيوف ديالنا ووجدنا شي حاجه زوينه. والصراحه ديال تحميره الوجه عجب بزاف الضيوف ديالي، كنتمنى حتى نتوما يعجبكم وتطبقوا هاد الوصفات. راه شي حاجه اللي هي سهله ماهله، وحتى كيفاش يعني ديروا باش تقتصدوا وديروا شي حاجه زوينه، فراني كنبارطاجيها معكم في لي فيديو ديالي. الواحد يتمشى على قدو وفي نفس الوقت يحاول يدير شي حاجه زوينه ومختلفه وينوع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. والتزيين كيبقى على حسب الذوق. انا باقي كندير هنايا واحد شويه ديال البسكوي، راه كنقول لكم ملي لقيت قدامي كنديرو كيجينا في عرفتوا ديك التقرميله اللي كاينه في البسكويجات في لا كلاص. يا سلام، نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.